السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأسعد الله مساءكم بالمزيد من الفضح للصوص الكنائس، كلاب الكنائس النباحة مقابل المال. وهنا كي كتشوفوا على الشاشة هذا موقع نصراني، هذا الموقع النصراني هذا فيه الشبهات حول الإسلام اللي منها كلاب الكنيسة، لصوص الكنيسة اللي كينبحوا المرتزقة مقابل المال، شريطة هذا المال هذا، يبقاو يكرروا هذا الكلام اللي كاين هنايا وديروا دي فيديو لايفات ولقاءات ويجيبوا لك انا ونفخ صدرو ويقول لك مناظره ويشكك في الاسلام باش يروج هذا الكلام هذا ديال سيادو وما يقوله سيادو على الاسلام مقابل طبيعه الحال المال. واخا ناخذ زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشه كسرقه من السرقات اللي كيروجوها لصوص الكنائس. تزوجني محمد صلى الله عليه وعلى آله قدوة الإسلام تزوج محمد قدوة الإسلام بعائشة بنت أبي بكر صديقه عندما كانت تبلغ من العمر 6 سنوات. دخل عليها عندما كانت في التاسع من عمرها، لا تزال طفلة، لم تبلغ سن المراهقة بعد مسلم النكاح. شوفوا معايا هاد الأرقام: 3311 فضائل الصحابة 5981، البخاري، عقلوا لي على البخاري، مناقب الأنصار. شوفوا الأرقام اللي كيجي الشفار الجاهل بالإسلام يقول لك أنا أعلمك دينك وأنا قرأت الإسلام وأنا درست الإسلام وأنا بحثت، وتعطيك الأرقام. هذه هي الأرقام اللي تعطيها لك المواقع. واخا شنو تيدير؟ تيهز لك هذا الفهم هذا، هذا الطرح هذا، هذه الرؤية، هذا الحكم، هذا الانتقاص، وتمشي تيجيبوا لك تيسقطوا لك على من كيمشي لك الموقع الاسلامي، موقع المسلمين، تيقول لك في الموقع الاسلامي تيخفي عليك الحقيقه، تيخفي عليك، تحط لك كل شيء، الشجاعه والوضوح كيقصد يحط لك هذا ويحط لك هذا. كاينه ولا ما كايناش؟ ما عندوش مناش يخاف، ما فكرش عجينه، يحط لك كل شيء فوق الطبله، حتى حاجه ما تخبى، حتى حاجه ما تسكت، ولكن فحيت فكر جوج عجينه وعارف في راسو الدغل، وعارف راسو فيه الزقزاق، وعارف الا مشى حط لك هذا الموقع هذا وتعرف انه ها منين كيتقدى، وهذا الشيء هذا مردود عليه قبل ما يتزاد جدو صافي. داك الساعات كنقول حنا طلعت الكتابه. شنو تيدير؟ تيمشي لهاد المواقع اللي كيتقدى منها، كيجيب لك الحديث، ها هما كتشوفوا الارقام، كتشوفوا البخاري، كتشوفوا الصحابه بالمعنى، بالانتقاص، بالحكم السلبي على هذه الاحاديث، وتيجيب لك هذا، كيسقط لك هذاك وكيخبى عليك، تيقول لك ها هو تزوجني، ها هو في الموقع الاسلامي. وانا اتحدى بلا تواضع الاخوه المستمعين، جبدوا لي من هنايا، جبدوا لي شي حاجه سميتها غير اخلاقي، جيبوا لي هنا، انا بغيت نشوف شي حاجه سميتها غير اخلاقي. كاين هنا؟ ما كايناش اطلاقا. ها هي غير اخلاقي، فين كاينه؟ ها انتم، ها هي شفتوها؟ ها هي غير اخلاقي لتحت. شوفوا واحده اللي كيجيب منها الاحاديث، هاي اخلاقي بيدوفيليا والسب والطعن، ها منين كيجيبها؟ ولكنه جبان الرعديد ما يقدرش يبين الحقيقه للناس، وتيتخبى بالمواقع الاسلاميه، تيجيب داك الفهم تيسرقه، ولكن تيدرق عليك داك الاحاديث هي النيت اللي كاينه في المواقع بالفهم اللي كيتبناه، ما يقدرش يحطوا لك. شوفوا الخبث كيفاش داير. لكن الاخوان حنا دائما في سلسله الفضح، في سلسله الفرشه، باش نعرفوا بان هاد الناس هادو سنين هما تيضحكوا على الناس، كيكذبوا على عباد الله، سنين هما تيخدموا الاجنده نقول لهم فاتكم القطار. دابا الحمد لله الوعي كاين، اش غادي يديروا؟ ما يكرهوش، وكان يتقطع على الانترنت على الناس باش المعلومات ما غتوصلش. لا، المعلومات غتوصل وكل شيء سيذكر. حنا شجعان، ما عندناش نخافوا، كنبينوا الموقع الاسلامي وتنبينوا حتى الموقع منين تتسرقوا وكتحرجوا انكم تبينوا للناس منين كتقداو. عمليه الفضح اخواني اخواتي باقيه، تتمدد، مستمره، بشعار أن من يقود المعركة من عباد المصلوب ستفضحون على رؤوس الأشهاد. وتحية لكم جميعا.